قدراتنا لا تظهر حقيقتنا، بل اختياراتنا هي التي تفعل. كم حاجة اخترتها في يومك أو في حياتك عموما بناء على رغباتك انت، حاجات انت اخترتها وحاجات انت متحكم فيها. يعني مثلا هل بتصحى في وقت انت اخترته أو فعلا عايز تصحى فيه، ولا بتصحى على منبهات؟ ولو انت فعلا بتصحى على منبهات فأحب أقولك ان ده مش من اختياراتك، انت بتبقى مضطر او مجبور بناء بقى انك يعني مرتبط بميعاد، سواء شغل، دراسة، جامعة، ايا يكن. انت ما بتبقاش صاحي زي ما انت عايز، انت مختارتش حتى ابسط حاجة في يومك. او مثلا هل بتختار انت عايز تاكل ايه في الوقت الفلاني، او مثلا اختيارات زي دراسة او ازاي اقضي وقتي مع مين فين. اكتر فئة عمرية مستفادة من الحلقة هم العشرينات، وده لأسباب معينة، ولكن ده لا يمنع ان التغيير او الوعي عموما مرحلة لابد انك تاخدها متى يتم ادراكها. يعني مثلا لو صلاة فاتتنا بنصليها متى ندركها، الوقت على طول اللي بنفتكر او بيبقى مسموح لنا فيه. نفس الحاجة بالظبط، الوقت مش متأخر على اي حاجة، دايما في فرصة نبدأ اي حاجة احنا عايزينها في اي وقت. هنتكلم عن 5 حاجات لو اتحكمنا فيهم هيبقى عندنا حياة فعلا احنا عايزينها، حياة احنا راضيين عنها. ودايما لما البني آدم بيحس ان عنده حياة مش عايش وخلاص، كل حاجة في حياته النفسية بتتحول 180 درجة، بيبقى أقل عرضة للاكتئاب لأنه ما بيبقاش عنده فراغ أصلا. وكلنا عارفين ان عدو البني آدم الأول هو الفراغ. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. البني آدم بمجرد ما يحس بقيمة وجوده، إنه عنده حياة هو اللي متحكم فيها وفي كل اختياراته، بيبدأ ياخد شخصية القائد، سواء بقى في حياته الشخصية أو المهنية. وكمان ثقته في نفسه بتبدأ تزيد واحدة واحدة، وبيبطل يتأثر بأي حاجة سلبية حواليه. جهز فنجان قهوة وتعالى نتكلم في أهم 5 حاجات هيغيروا حياتك تمام. أولا، اتحكم في وقتك، ركز واحسب كل دقيقة في يومك بتمر ازاي، وهل باختيارك ولا مجرد عادة ملهاش لازمة. يعني مثلا لو انت شخص بتصحى من النوم الصبح تفتح الموبايل أول حاجة وتبدأ بقى ترد على كل الناس اللي بعتالك في كل السوشيال ميديا، سواء رسايل أو حد بعتلك فيديوهات، فتبدأ وانت بترد على الفيديوهات دي تخش بقى في الصفحة الرئيسية بتاعت الفيديوهات الرئيسية، تبدأ تلاقي نفسك عمال تسكرول فيديوهات كتير وانت مش حاسس بالوقت، تلاقي نفسك دخلت في نص ساعة وساعة وساعات اكتر بكتير، وانت مختارتش ده. انت كل اللي اخترته انك تمسك الموبايل اول ما تصحى من النوم وتفتح سوشيال ميديا، الباقي ما كانش من اختيارك نهائي. ومثال على ده، لو احنا مثلا عندنا شخصين، اول شخص هو اختار ان هو يفتح موبايله ويفتح السوشيال ميديا ويرد ويخش بقى يسكرول في الفيديوز ويعمل ده كله، وعدى من وقته ساعة، جرت ساعة ونص، وهكذا. وشخص تاني فتح موبايله برضو بس يعني ما عندوش سوشيال ميديا على موبايله، كل اللي على موبايله يعني الأرقام بتاعة التليفون والSMS messages مثلا، فتحهم ملقاش مسجات فيهم، المكالمات في مكالمة أو 2 مثلا فايتينه، وقرر ان هو يعيد الاتصال على الناس دي بس في نص اليوم وبس، وقفل الموبايل. ده شخص استهلك من وقته 2 دقيقة، والأولاني استهلك من وقته يعني حاجة تعدي الساعة مثلا. والاتنين كانوا اختاروا نفس الاختيار ان هما يمسكوا موبايلهم أول ما يصحوا من النوم، بس النتائج للشخصين ما كانتش واحدة نهائي. الشخص الأولاني استنزف وقته وطاقته واستنزف طاقة عقله اللي هتستقبل باقي أحداث اليوم. لكن لو صاحي كاتب أهداف يومك، عارف أهمية كل دقيقة بتمر فيه، شخص عنده حياة، مش هتهتم ان أول حاجة هناك تشوفها وتشغل مخك عليها هي السوشيال ميديا. يعني لو مثلا أول 6 أو 8 ساعات في اليوم بيبقوا في شغل أو جامعة أو مدرسة حتى، ومتبقي مثلا في اليوم 8 ساعات منهم 2 صلاة وأكل وساعة مثلا كواليتي تايم مع الأهل وساعة أو 2 وقت راحة، فهو لسه فيه 3 ساعات ممكن تستثمر فيهم في أهم مشروع في حياتك وهو نفسك، سواء بقى قراءة أو فيديو مهم
أو بتتعلم حرفة أو مهنة أو كورس، أو حتى بتسمع بودكاست أو بتعمل محتوى، بس بشرط المحتوى ده يكون بيضيفلك انت شخصيا. يعني انت بتعمله بدافع ان هو بيضيفلك قبل ما يضيف للناس اللي انت بتقدمه له، وبيفيدك كل ما اشتغلت فيه، مثلا رياضة، كتب، ايا يكن. فدايما في وقت كافي تقدر تبني فيه نفسك حتى لو بنسبة صغيرة كل يوم، بس مع تكرار النسبة الصغيرة دي يوميا، انه مع مرور شهر او 2 انت عملت حاجة في نتيجة ومرضية ليك كمان. خليني أشارك معاكم خطوات نفعت معايا جدا وناجحة بشكل كبير، هتخليكم توفروا من وقت اليوم، يعني حتى لو شوية صغيرين. مبدئيا قبل ما تناموا اكتبوا في النوت بوك أهداف بكرة كلها. يعني أنا بكرة هصحى هعمل كذا وكذا وكذا، وهروح المشوار الفلاني، وهنزل مثلا الجيم، وهروح أشتري كذا. كل الخطوات والأهداف اللي انتوا عايزين تحققوها اليوم اللي بعده اكتبوها كلها، واكتبوا أهم 3 أولويات فيهم. يعني علموا كده بماركر على أهم 3 أولويات فيهم لازم ولا بد إن هم يخلصوا بكرة. يعني مثلا أنا بكرة المفروض أقرأ ورد القرآن بتاعي، واروح الجيم في الميعاد الفلاني، واشوف الكورس في الميعاد الفلاني، وهكذا. تكتبوا كل حاجة عايزين تعملوها في اليوم اللي بعده، بحيث ان اول ما بنصحى اصلا بنكون ناسيين ومش مجمعين، وبناخد وقت عبال ما نفتكر احنا كنا عايزين نعمل ايه النهاردة. فدي خطوة بتساعدنا نفتكر ونجمع اسرع، وبتوفر علينا وقت وتوهان. وتاني حاجة اكتبوا كل يوم حاجة انتوا ممتنين ليها. كونوا ممتنين على يوم عدى من غير اي مشاكل او حاجة يعني مؤذية. دي حاجة بجد صدقوني هتعودكوا على الامتنان، وهتخلي عندكوا شعور إيجابي جواكوا يوميا، وبجد دي حاجة هتفرق في نفسيتكوا جدا. وتالت حاجة اكتبوا كل حاجة حسيتوا انها كانت مرهقة بالنسبة لكم اليوم ده، ودي خطوة تعرف بديتوكس العقل. حاجة كده بتشيل كل حاجة كانت متعبة ومرهقة على عقلك اليوم ده. انت بتشيل كل حاجة عقلك تعب فيها اليوم ده، من أفكار بقى، من فضفضة، أي حاجة أو أي موقف مؤلم حصل اليوم ده، بتبدأ ان انت تخرجه على ورق قبل ما تنام. تاني نوع من انواع التحكم، اتحكم في عقلك وافكارك. عقلك هو وعاء لافكارك، على حسب جودة الافكار دي هيتحدد مصيرك في الحياة. كل حاجة من صنع الانسان كانت بدايتها فكرة. يعني لما تفكر في حاجة معينة سواء ايجابية او سلبية، هتبدأ تتعاكس بشكل مباشر على تصرفاتك، وتصرفاتك هتحدد مصيرك. فدايما ارفع من جودة أفكارك، حسنها وطور منها. ربنا قال اقرأ وربك الأكرم. القراءة يا جماعة سحر، أداة بترفع من جودة أفكارك بشكل مش طبيعي. وده لأن انت بتقرأ اللي كتبوا عقول تانية غيرك على قدر أعلى من النضج والتعليم والثقافة والخبرة. كتر القراءة بيرفع من جودة أفكارنا بشكل مش طبيعي. حتى لو مش قادر تقرأ أو الموضوع بيحتاج منك طاقة زيادة عن اللزوم، اسمع كتب صوتية، اسمع بودكاست ملخصات كتب، اسمع تجارب الآخرين وتعلم منها. حافظ على جودة أفكارك وتحكم في كل فكرة حتى لو مش راضي عنها. يعني حتى لو جالنا أفكار احنا مش راضيين عنها، خلي عندك فضول تعرف انت فكرت فيها ليه. ودي حاجة يعني من حاجات الجلو اب، ان ازاي البني آدم يكون أرقى فكريا أو يعرف نفسه أكتر، خصوصا لو بتتناقش مع نفسك على هيئة ورقة وقلم. أحيانا هتكتشف حاجات انت ممكن ما تكونش خدت بالك انها أصلا موجودة فيك من زمان. ثالثا العادات، اتحكم في عاداتك. 95% من الحاجات اللي بتعملها في يومك انت مبرمج عليها أصلا من خلال عادات بشكل لا واعي. وأرجع لنفس المثال اللي قلناه في أول الحلقة، وهو كمية الوقت اللي بنقضيه بنسكرول على فيديوهات وفي معتقداتنا ان ده وقت ممتع. بس حتى يعني الساعتين ولا ال3 ساعات اللي بنفضل نقلب فيهم على فيديوهات أصلا مضحكة، أو ان احنا بندور على حاجة بتضحكنا، احنا ممكن مثلا نضحك ربع ساعة في وسط 3 ساعات ملهمش لازمة، وباقي الوقت بنقلب في الفيديوهات وخلاص. حتى أول ساعة لما بنصحى من النوم مش هتلاقي حاجة مضحكة أصلا أو فيها متعة. طب ليه بنضيع وقتنا في حاجة زي كده؟ هي مجرد عادة. ركز في يومك واسأل نفسك على كل حاجة بتعملها فيه، هل انت مستفاد منها ولا لا؟ أو مثلا ليه بتعملها أصلا؟ حط سؤال ليه على كل حاجة في حياتك،
وخلي عندك عقلية التاجر اللي هو أنا مستفاد بإيه. يعني أنا مستفاد بإيه لما هتفرج على الفيديو الفلاني، أنا مستفاد بإيه لما أخش على الابليكيشن الفلاني، أنا مستفاد إيه من إن أنا أتناقش مع الشخص الفلاني. خلي عندك عقلية التاجر في وقتك، في علاقاتك، أي حاجة في حياتك. حط لنفسك أهداف وابني عادات على أساسها. مثلا عايز شكل جسم معين، ابدأ ابني عادات تحقق لك ده. عايز توصل لوظيفة معينة، ابني ليها عادات توصلك لده. العادات يا جماعة من كتر ما هي مؤثرة فعلا اتبنى على أساسها واحد من أنجح الكتب، وهو العادات الذرية لستيفن آر كوفي. وأشهر فكرة في الكتاب هي إنه لو بتعمل حاجة إيجابية بنسبة 1% كل يوم، فأنت على مدار مثلا 3 شهور أنت هتلاقي نتيجة مبهرة. رابعا، اتحكم في علاقاتك. دايما لو عايز تتغير وتوصل لهدف معين، حاوط نفسك بناس يعينوك على الهدف ده. لو في علاقات في حياتك مع ناس كويسة وانت بتحبهم جدا بس بيهدموا اي تغيير انت بتحاول تعمله، مش عشان هم عايزين كده، لأ، بس عشان اهتماماتكم مختلفة تماما، فتحكم في علاقاتك بنفس عقلية التاجر اللي قلنا عليها. يعني خلي الوقت الأكبر للصحاب اللي يعني يبقى مع ناس فعلا بتضيفلي أو عندنا نفس الاهتمامات أو بحس بنمو عقلي ونفسي معاهم. وأكيد مش محتاجة أقول إنه نكنسل أي مصدر استنزاف لينا، سواء استنزاف طاقة أو تفكير أو مشاعر. مهما كان عندك صحاب بتحبهم بس بتحس باستنزاف معاهم أو بأي نوع من العطلة لأهدافك، كنسل وجودهم. ده مش معناه انك بطلت تحبهم او انهم لما يحتاجوك مش هيلاقوك. بالعكس، انت بتحبهم ولما يحتاجوك هيلاقوك، ولكن انت عندك اولويات، ونفسك واستثمارك فيها وحياتك هم اولوية اولى. خامسا واخيرا، اتحكم في مالك او اتحكم في مصدر دخلك. صح، لازم تبقى عارف فلوسك جاية منين ورايحة فين. جاية منين دي ما ينفعش يبقى مصدر واحد، بمعنى انه ما ينفعش يبقى مصدر دخلك الوحيد هو شغلك الاساسي. لازم يبقى عندك اكتر من مصدر دخل، 2 مثلا او 3، سواء حرفة او استثمار او شهادة في البنك حتى، او مشروع شغلته بيجيب لك ربح شهريا، او حتى ويب سايت او مشروع اونلاين. ايا كان لازم تركز انه يبقى عندك اكتر من مصدر دخل ليك. طيب بالنسبة لفلوسك رايحة فين بقى او بتتصرف فين، فده لازم تكون حاسبه كويس وعامل خطة شهرية تناسب دخلك ده، مع مراعاة اي حالة طوارئ بقى، سواء مثلا موبايلك وقع اتكسر فلازم يتصلح ضروري، خدش في العربية، حالة صحية طارئة، ايا يكن لازم يبقى عندك بند طوارئ. فلازم تكون مقسم دخلك كويس، جزء للاستثمار وجزء اولويات الحياة وهكذا. ولازم تبقى فاهم انه دخلك حاليا لو مكفيك فهو قدام كمان كام سنة يعني مش هيكفيك، وده طبعا بسبب التضخم وكلنا فاهمين ده كويس. عشان كده دايما طور من نفسك ومهاراتك واستثمر في نفسك عشان تفضل دايما في مرتبة تخليك تاخد دخل يناسب احتياجاتك. لو ما تحكمتش في حياتك مش هتوديها للمصير اللي انت عايزه، وحياتك هتتحكم فيه. ولحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.